بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ما قبل ماتش الزمالك والأهلي، ليلة مباراة الزمالك والأهلي، لأول مرة تحصل في تاريخ الديربي ما بين الزمالك والأهلي، فرصة ذهبية للزمالك، فرصة ذهبية ما بتتكررش إلا كل فين وفين، فرصة ذهبية اللي يحصل في الزمالك كده والأهلي كده، الزمالك فيه مشاكل ما بياخدوش فلوس اللعيبة ما خدتش من 3 4 شهور والمدرب وما فيش فلوس في النادي طبعًا، وجون إدوارد مش عارف يعمل إيه مش عارف، ومجلس الإدارة لا حول الله ولا قوة، بس في حاجة في الزمالك مش عارفين دي أول مرّة تحصل، أول مرّة تحصل في تاريخ نادي الزمالك، الهدوء اللي أنا ما كنتش متوقعه أبدًا بعد ماتش الزمالك والجونة، أنا قُلت حرب الشائعات اللي هتحصل اليومين الجايين على الزمالك غير عادية، وفعلًا كل أمّا تيجي يحصل حاجة هدوء، ما فيش حاجة بتحصل، ييجي يطلّعوا إشاعة، ما فيش حد بيتكلّم، الزمالك هدوء، اسكت، ما فيش حد بيطلّع تصريح، جون إدوارد قافل قفلة غير عادية، قافل قفلة غير عادية، مجنّنهم، إيه اللي بيحصل هناك؟ بيتدرّبوا إزاي؟ مين اللي فين القايمة بتاعة الزمالك؟ مين اللي دخل ومين اللي طلع؟ فين الإصابات؟ الفلوس فين؟ شيكو بنزا عامل مشاكل والّا لأ؟ اللعيبة هتلعب والّا مش هتلعب؟ اللعيبة رجالة لحد دلوقتي بصراحة. ودي الفرصة الذهبية على اللي بيحصل الناحية التانية في الأهلي. النهارده طبعًا أحمد شوبير طلع مسك جمال جبر طلّعه مسرح، ما أعرفش بقى أحمد شوبير هيمشي من النادي الأهلي والّا إيه، والّا من القناة، النهارده طبعًا طلّعه مسرح بطريقة غير عادية، ومسكه باستفه على الهوا، على الهوا، دي أول مرّة تحصل، اللي هو يقول له أنت مالك للويب سايت والّا لأ، أنت بتشتغل والّا أنت بتشتغلهم، طبعًا مسك جمال جبر يعني ادّى له من المنقي خيار. والمشاكل اللي عند الأهلي والإصابات ومشاكل أوضة اللبس غير عادية، بس النهارده في حاجة طلعت من مجلس الإدارة، العصفورة، العصفورة اللي أنا اتكلمت عليها من قيمة كام يوم، بُص العصفورة، فين هي العصفورة؟ المدرب، فالنهارده الأهلي يعلن عن تعاقد الأهلي مع المدرب مش عارف توماس إيه، اللي كان ماسك نادي ميتلاند الدنماركي، المدرب اللي كان ماسك نادي ميتلاند الدنماركي، وبعديها بساعات يطلع فريق أيرلندي من أيرلندا يقول اللي هو تعاقد مع المدرب دوّة 3 سنين. طب هل الأهلي تعاقد والّا ما تعاقدش؟ هل مجلس إدارة الأهلي بيقول للجماهير اللي عماد النحاس هو كبش الفدا؟ كده هنمشّيه، إحنا جبنا مدرب دنماركي أهو. طب هل فعلًا الأهلي اتعاقد مع المدرب ده والّا لأ؟ كل دي أسئلة. بس المشاكل اللي عند النادي الأهلي دي أول مرّة تحصل في التاريخ، أول مرّة تحصل في التاريخ. اللي يحصل مشاكل كده في الأهلي قبل ماتش الزمالك، مدحت شلبي يطلع يهاجم الخطيب، وطبعًا الناس تبدأ تهاجم في مدحت شلبي وكأن الخطيب هو إله مقدس ممنوع النقد، وكأنه اسمه محمود الخطيب صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة الفيزا بتاعة محمود الخطيب مضروبة، مش الفيزا دي مش فيزا أمريكا، على الهامش كده يعني. والمشاكل اللي في النادي الأهلي والمركز الإعلامي وقناة النادي الأهلي والدنيا دي كلها، دي فرصة ذهبية لنادي الزمالك، الزمالك مكتمل صفوفه، الزمالك هدوء، الزمالك ما فيهوش مشاكل،
والاهلي عنده كل مشاكل الدنيا. الزمالك، لعيبه الزمالك، ان ما فازتش بكره دي هتبقى اكبر وصمه عار في تاريخ الزمالك. ده اهم ماتش في السيزون. وانا مش هالوم اللعيبه، انا اول ناس هالومهم مجلس الاداره عشان ما وفروش المستحقات. حتى لو اللعيبه راضيه، انا برضك هالوم مجلس الاداره. لان انت دلوقتي لما تكون عايز تعاقبهم هتعاقبهم ازاي؟ اذا كان انت ما بتديهمش فلوس، هتروح تقول له انت مخصوم منك شهر، هيقول لك طب اديني بقى الثلاث شهور اللي فاتوا، يا اما هروح افسخ عقدي. دي فرصه ذهبيه قدام نادي الزمالك ولاعيبته، اللي هم يفوزوا الماتش ده. ان شاء الله رب العالمين نفوز، ان شاء الله. ب- الماتش دوت، وان شاء الله الزمالك يفوز، هيكون اكبر رد على كل من انتقد جون ادوارد، وكل من انتقد اللعيبه بتاعت نادي الزمالك، اللي محمود ابو الدهب قال عليهم اللعيبه دي وصفقات الزمالك ما يجيبوش اوت. هيكون اكبر انتقاد لاحمد بلال، اللي قبل السيزون ما يبتدي امير هشام بيساله، بيقول له الزمالك يطلع المنافسه ما بين مين؟ قال له الاهلي وبيراميدز. بيقول له طب والزمالك؟ قال له لا لا، الزمالك ثالث رابع يعني ممكن خامس. قال له ده تاريخ الزمالك والتيشيرت. قال له يعني هو التيشيرت كان جابوا لهم تاني السنه اللي فاتت؟ لا، التيشيرت جاب لهم 2 دوري 20 2021 21 22، والقيد وقف. ده التيشيرت والشخصيه هو اللي جاب لهم الدوري. الماتش ده اكون او لا اكون بالنسبه لجون ادوار واللعيبه هيخرس، كل الناس هتخرس. كل اللي بينتقد لعيبه الزمالك وجون ادوارد هيخرسوا. كل واحد قال كلمه على جون ادوارد هيحط لسانه جوه بقه، مش هيتكلم. الماتش دوت هو هيكشف فريق المكايده وكيد النسا ولا فريق المليار والبطولات. هيعرفنا كلنا الفريق ده ايه. ده فريق فعلا اتصرف عليه مليار، فعشان كده هو فريق بطولات ودي هتكون البدايه، ولا باذن الله هتكون النهايه، بدايه النهايه. الماتش ده ان شاء الله الزمالك يكسب. اول حاجه اقاله عماد النحاس والتعاقد مع مدرب اجنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. في 4 5 مطوشه او 3 4 مطوشه على الاقل واقعين من النادي الاهلي لو حتى تعادل، بسبب التخبط اللي هيحصل. المدرب عقبال ما يجي ويحفظ اسماء اللاعبين، واحنا داخلين على توقف اسبوعين وبعد كده هنلعب، عقبال ما يحفظ بس اسماء اللاعبين وياخد عليهم هيكون فات الاسبوعين والتوقف الدولي. مش هيلحقوا يعملوا حاجه. فباذن الله ان شاء الله دي مباراه العمر بالنسبه للاعيبه الزمالك. وباذن الله هيكون التوفيق، احنا يا رب يكون التوفيق حالفهم، باذن الله يكون التوفيق حالفهم، وباذن الله يكون عندهم حظ اعلى من حظ النادي الاهلي، لان الاهلي عنده حظ غير عادي، غير عادي. الاهلي حظه فوق فوق فوق. فباذن الله رب العالمين نكسب، وباذن الله هتكون بدايه انتكاسه فريق كيد النسا، وفريق المكايده، فريق فلوس الحرام، عشان فلوسهم فعلا حرام، واحنا عارفين كلنا الفلوس جايه منين. فباذن الله رب العالمين دي بدايه انتكاسه الاهلي. واللي بيحصل ما بين شوبير وجمال جبر دي حاجه يعني فعلا كل زملكاوي سعيد بيها وكل زملكاوي فرحان بيها. اللي احمد شوبير يطلع على الهوا ويمسك جمال جبر كده هوت يطلعه مسرح، دي حاجه ما بتحصلش في الاهلي. واحمد شوبير اعتقد اللي هو الايام الجايه ديت هتكون اخر ايام، انا اعرف العقد بتاعه انتهى، فهو ما رضاش يطلع من القناه إلا لما ياخد حقه من جمال جبر. بس ده هيجي على حساب مصطفى شوبير ابنه، لان جمال جبر هيفرمه. يا ريت كل الناس تكتب ان شاء الله النصر للزمالك. سلام.